فيها بركة بسم الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الشريعي يكذب شادي عيسى، ده عنوان اللايف. الشريعي ايه؟ بيكذب شادي عيسى اللي بيعمل أفلام وادعاءات عشان خاطر يجيب سيرة الأهلي في جملة مفيدة. أول امبارح يقول لك ايه؟ أبويا قال لي ده كان الأهلي مرعوب من الكوارش وعشان كده لغوا الأجانب. فرديت عليه قلت له ده لغوا حراس المرمى، مش عارف انت كنت كان اتولد ولا ما اتولدش. ومن رعبنا من الكوارشي لعبوهم ب 19 سنة في الدور الثمانية، فاروق جعفر ومحمد صلاح وبدر حامد وسعيد الجداي الله يرحمه واشرف قاسم والفول تيم كله بتاع الزمالك بعيال كناش احنا نعرف اساميهم حتى، مكانش فيهم الا شوبير، وغلبناهم 3-2. شوف الرعب بقى اللي كنا مرعوبين بقى من كوارشي. دي نقطة ردنا عليه فيها. امبارح اول ما بدأ يقول لك ايه؟ الزمالك يفوز على الاهلي بهدف الشراعي. يا سلام عليك يا اخي، ليه هدف الشراعي ليه؟ اصل هما الاهلي كان بيجري ورا محمد حمدي، فرديت عليه قلت له ازاي اذا كان كريم الدبيسي هو الاساسي ومحمد حمدي ده الاحتياطي، وعندنا مدرب يعني ما شاء الله عليه ما يحبش بقى اللي ايه الواحد اللي يكون عنده 30 سنه و40 سنه عشان يلعبه. هو ايه بقى هنجيب بقى احنا نجري ورا محمد حمدي؟ ردنا عليه بكده. فرد عليه مين؟ الشريعي بنفسه. شريعي بنفسه فرحان بايه؟ قال لك ده هيشارك في الكونفدرالية دي ما شاء الله عليها يجيب 5-6 مليون دولار. فعشان كده راح الشريعي راح ايه؟ بعته للزمالك وساب بقى الاهلي الاهلي اللي بيلعب في البطولات ديت اللي هي ايه؟ الكونتيننتال والسوبر الافريقي وكاس العالم للانديه وبطولة دوري ابطال افريقيا. فلا احنا نودي للزمالك افضل من اللي بيلعب في الكونفدرالية. فعشان كده عين الاهلي كان دايخ عليه. كلامك صح يا شادي. يا خبر ابيض عليك، انا مش عارف انت مارست الصحافه ازاي ودخلت الصحافه ازاي وحلفت اليمين ازاي. سبحان الله يا رب. ربنا كشفك تاني يوم من نفس الشخص. قال لك انا وديت الزمالك عشان هيلعب في الكونفدراليه. شوف بقى الفرق الكونفدراليه وعيشتوا انتوا الدنيا كلها قبل كده في الايه؟ هي السبعه اكتر من التسعه. اديك اهو كونفدراليه ولا الكونتيننتال ولا كاس العالم للانديه ولا ابطال الدوري. بتغلطوا نفسيكوا يعني وما بتتكسفوش. يا ريتكم تتكسفوا وتقولوا ايه احنا نعتذر. لا لازم تجيب الاهلي في جمله مفيده. وبنرد عليك يا اخي. وصاحب الشأن نفسه اللي قلت الشريعة راح هو اللي ردت على نفسه مع خالد الغندور. قلنا الزمالك ده ايه؟ الزمالك ده هيشترك في الكونفدرالية، ولو وصل للدور الثمانية يبقى لينا كذا، ولو لنا يبقى مش عارف ايه كذا. فعشان كده ما رضناش يدوا لي الاهلي. انت عارف بقى الكونفدرالية دي وشأنها. سبحانك يا رب. رد عليك نفس الشخص اللي بتقول ايه؟ جاب الجون في الاهلي. واقعد بقى كده اهوت وبص لنفسك كده اهوت في المرايه وحاسب نفسك. اما موضوع كهربا بقى اللي ربنا يهديك يا كهربا، ده بقى تاخد بعضك وتطلع بقى على الحزم السعودي، واخد بالك عشان مش ناقصه هي ايه. بقى الف لو كان والدتك تعبانه ربنا يشفيها وينجيها ويخليها لك. وربنا يا ابني ايه يروق بالك واثبت نفسك مع المدرب ده. اثبت نفسك. او مش ما جابوش لعيب. اثبت نفسك واشتغل على نفسك يا كهربا. كان موضوع والدتك يبقى ربنا معاك ويشفيها يا رب. والى اللقاء.